بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. مطبخ جديد، خامة مصري، فرسان، جرانيت اسمه فرسان. عملت منه كتير. الحوض هنا باين انه كان في الرخامة اللي قبليها، الجرانيت اللي قبليها كان مسرب، فالحلة كانت بالشكل ده. هي دلوقتي طبعا الحمد لله كان بعد ما عملنا الشغل بقت نضيفة وزي الفل. التصوير ده بصور ان الحوض لما بيكون مسرب ده بيبقى شكله، وبصور هنا الرخامة وبقول انا بعمل فيها ايه زيادة عن العادي. حاجز المايه اللي انا قلت بعترض عليه، ولا فعلا برضه لغاية دلوقتي بعترض عليه لان شكله مش حلو، بس بعمله بالطلب، اي حد بيطلبه خلاص. هنا بوري لحضراتكم التخانة، تبقى 6 سنتي، يعني المطبخ بيبقى كده سمكه من بره 6 سنتي. 6 سنتي بمعنى 2 حاجز مية، 2 المطبخ نفسه، واتنين اللي تحتها سمك 2 اللي هي التخانة او التقوية. الحاجات دي كلها بتبقى للأمان. للأمان بمعنى إنها بتطول في عمر الحاجة. وطبعا كل اللي كان بيشوفني وأنا شغال عارف إن أنا مش أشول، بس هي دي تصوير الكاميرا الأمامية. الرخامة كانت سخنة مولعة، مكنتش عارف أعلم من الشمس. وهنا لله اللي قطع الشجر أو كان السبب في تقطيع الشجرة اللي كنا بنستظل فيها في المصنع عند علي صاحبي يعني. حتى الزرع اللي كنت زرعه هناك لظروف ما برضو اتقطع بعد الاستفندي ما ظهرت. ما علينا، خلينا في الايه، في الخامة. الخامة دي كويسة جدا. الأحمر فرسان جرانيت، ما يفرقش أي حاجة عن أي جرانيت غالي أو جاي أي جرانيت مستورد. بس كل الفكرة إن أنا لما صورت الفيديو ده كنت بتكلم إن المطبخ اللي قبل كده اللي أنا راح أعمل بديل ليه ما كانش معمول له تخانة. وفي التصوير هيظهر إن التخانة اللي أنا بتكلم عليها، وهي المقصد من الفيديو النهاردة، إنها مهمة لدرجة إنها بتطول عمر المطبخ اللي هو رخامة المطبخ يعني اللي متفرغ فيها الحلة. هنا بفرغ، وحضراتكم شفتوني قبل كده كتير وأنا بفرغ في واحدة من الوحدات دول. قطعت وترين قبل كده عادي، يموت المعلم ولا من الدنيا يتعلم. كنت كل شوية أبص على الكاميرا لأن أنا ما عنديش حامل، ببقى حاطط الرخامة الموبايل كده على حتة رخامة وخلاص. ده لما يهفني الشوق أصور يعني. التفريغ بالنسبة لي هواية قبل ما يكون صنعة. بحب أعمل حاجة متقنة، وده أصلا برضو غلط في الزمن اللي احنا فيه، إنك تبقى بتتقن شغلك لدرجة كبيرة جدا. ده غلط. المفروض تدور إن انت شغلك يبقى صيني، يبوظ ويتعمل غيره، بس مش عارف أعمل الحكاية دي صراحة. وطبعا المقربين مني هيقولوا لي انت خاسس كده ليه، هقول لهم عشان مبطل تمرين. الرخامة كانت تقريبا طولها 165 والعرض 62. ست فاضلة قد والدتي، معاها حفيد سمج، يعني أقل ما يقال إنه سمج. ست كبيرة، أنا بحاول أساعدها في المطبخ وأحاول أنجز المطبخ بأي شكل، وهو قمة البرود والبلادة. معرفش إيه ده. مفيش تربية، مفيش أدب، مفيش أي اهتمام. أنا قلت أول ما هيخش هيساعدني، مش هيساعدني، أنا مش محتاج حد يساعدني أنا، بس يعني طلباتي الحاجة اللي أنا عايزها المفروض يعملها. الحمد لله ربنا وفقني وخلصت علشان ما أعملش جريمة، لأن دي حاجات بتبقى الواحد ما يعرفش يسكت عنها. وطالما هي مستحملة خلاص، هي حرة بحفيدها تقريبا، ولا معرفش، هو تقريبا قريبها. ربنا يعافينا. بس التربية ديت طبع.
الراجل هيبيع بقى طبعا، اكيد هيبيع. يعني هيقول لي انت بتسجل، مش هبيع. بكام البلاستيك؟ بتقول يا ماما صوتك طارق. اه والله عادي يا ماما عادي. اه السماعة عندي رهيبة زي وداني بالظبط. واللي عنده قنبلة يرميها على الراجل ده يرميها. المهم فرغت الحوض، وطبعا ام سوسو بتكلم سوسو في الفيديو عادي. فعادي بقى يا جماعة. كتاب اسمه ايه يا سوسو؟ ايه اني اغرق فين؟ اتعفن ايه؟ اتعفن رعبا. انا اتعفن فقرا. عجبتك اوي امبارح، ما علينا. نرجع لموضوعنا يا جماعة. دي كانت لحظة من لحظات التجلي. والله بسجل اقسم بالله، والله ما مسحه. بسم الله ما شاء الله. فرغت الرخامة كما ينبغي. اللي, اللي بيضايقني قوي وبيحز في نفسيتي ان لما بلزق تخانة ما تفكش، الزق حاجز مية ما يفكش. نفسي حد يرن عليا يقول لي شغلك حاجة اتكسرت، حاجة فكت، تعالى اعمل لنا غيرها. مفيش. انا بشتغل غلط يا جماعة. انا عايز اغير المنهج والمسار. لازم الحاجة دي تبوظ عشان لما تبوظ الشغل يكتر. الحمد لله بفضل الله عندي شغل وربنا ساترنا. بس هي الفكرة ان انا تعرضت قبل كده لموقف لا احسد عليه. رحت اقطع حتة في حتة رخامة انا عاملها تقريبا من سنة، ومحتاج ان انا افك التخانة. وربي وديني ما اتفكت الا لما اتكسرت واتدشملت. طب يعني ينفع اللي انا بعمله في نفسي ده؟ الحلة دي اللي انا بسقط فيها دي يا جماعة نازلة اكنها نازلة ليزر. ليه؟ مفيش فرق بين الحوض الاستانلس والرخامة. ده غلط، ده غلط جدا. ازاي تبقى محكمة كده وهتاخد كمية اسمنت صغيرة؟ شوية الاسمنت الصغيرين دول حتى الحلة لو سربت من فوق عمرها ما تسرب من تحت. يعني حتى لو الاسمنت اللي فوق ده وقع عمرها ما تعدي نقطة مية. ليه اعمل كده؟ ما تبوظ ونعمل غيرها. ده اللي انا بقوله لنفسي حاليا. ده بس ده طبعا دي هواجس، لان انا جربت نفسي اكتر من مرة على مدار سنين. للاسف الشديد، للاسف الشديد جدا ان انا ما بتغيرش، ما بتبدلش، ارائي ثابتة مهما حصل. اتقاني في الشغل، مش بمدح في نفسي، ده كلام الناس على شغلي. ودي حاجة مضايقاني على فكرة، حاجة مضايقاني جدا ان شغلي يكون بيعيش العمر. اذا كان البني ادم بيتغير وبيخون وبيذل وبيقهر، الرخامة ليه اللي خلاها تفضل نظيفة؟ ما الرخامة رخرة تتكسر وتتبقع وتتخربش. ايه المشكلة؟ خليك لارج. عايز اعمل رخام لارج مش عارف. في فيديو جاي ان شاء الله برضه هنشوف الرخام اللي كان معمول قبليها. لسه بقطع فيه مطبخ برضه. مصيبة سودة، كل حاجة مش معمولة. حاجة انا بقى داخل واعمل كل حاجة ومغير النوع واعمل جرانيت واعمل تخانة واعمل حاجز مية. خلاص كده مش هيغيروها تاني للأسف. برضه الفيديو مش بيضيف حاجة جديدة غير ان هو زي فضفضة، زي طريقة قتل الراجل اللي عمال يبيع الروبابيكيا. اقتراحات نعمل له ايه، نرش عليه مية ولا نعمل ايه.
هنا انا عامل علام بعد ما اقطعه وانضف، الاقي الحوض نازل باحكام. ده فضل ربنا ان الواحد يفكر بالطريقة دي. كونك بني ادم محترم او راجل بقت مش ميزة قوي، بس مكالمات الناس بجد يعني اخر مكالمة، يعني انا كان يوم جمعة تقريبا، ست كبيرة ربنا يبارك في عمرها، ربنا يكرمها يا رب ويبارك لها، اتصلت بيا تقول لي انا ارتحت لك يا ابني، انا قد والدتك. بسم الله ما شاء الله عليها، يعني بتسمع. سبتها تتكلم وبعدين اتكلمت وبعدين حلت لها المشكلة، وبكل بساطة عرفتها ايه الحل ان شاء الله بأسهل طريقة، لأنها من القاهرة وأنا بعيد عنها عشان أروح. والشغلانة ما كانتش كبيرة لدرجة إن أنا ايه أتحرك يعني، مش لقلة الشغلانة، لأ عشان أنا هكلفها، فكان ممكن تجيب حد أقرب، فأنا خليتها بفضل ربنا إنها حتى مش تجيب حد أقرب، إنها ممكن تعملها هي. ده المكسب الحقيقي. وطبعا الفيديو اللي هيجي بعد كده مش بتاع الشغل، طبعا جذبنا أطراف الحديث أنا وسوسو برضو، وكان برضو كان سؤال من الأسئلة اللي بتجيلي دي كانت الإجابة جميلة. دي الكلام اهو، الحلة بتنزل يا دوب يا دوب، مش هعرف اعملها غير كده يا جماعة. حاولت اكتر من مرة اكون مش زي ما انا كده، هعمل ايه في نفسي بقى، كامل الاوصاف، هعمل ايه. هنا القماشة اللي انا كنت حاطط التليفون عليها اصرت انها لازم تكون لها دور، والمونتاج طبعا متعب جدا، وازاي اشيل حتة من قلب الفيديو في نص الفيديو. فقلت لنفسي عادي بقى، ما انا كده كده برغي، واللي عايز يسمعني هيسمعني ويشوف القماشة، لكن اللي داخل يدور على معلومة في الرخام في فيديوهات تانية تبقى أقصر، ممكن تخش تبص عليها. الفكرة كلها إن أنت لما تكون أصيل ما تزعلش على أصلك، متزعلش على تربيتك، أنت أهم من آراء الناس، وأصلك أهم من أي حاجة. سبحان الله، بعد ما خلصت تصوير الفيديو ده لقيت إن القماشة دي كانت بتيجي كده في أوقات لوحدها، يعني رباني كده، مش يعني مش مقصودة. سبحان الله. الفكرة كلها في الشغل وغير الشغل ان انت تكون بني ادم، دي صفة كويسة. حتى لو زليت، حتى لو وقعت في مصايب، هتلاقي ربنا بيخرجك. نرجع للفيديو بتاعنا تاني. هنا دي الرخامة، تخانة واحد صاحبي وحبيبي اللي وداني واللي عاملها، بس بطل الصنعة. المطبخ معمول له حاجز مية واتكسر من اكتر من 3 اماكن، خامة فرسان جميلة، الحلة مسربة. ده دليل كلامي بقى، انا ما عنديش حاجة من دي بتفك اصلا. ليه؟ عشان ببقى عامل حاجات غيري ما بيعملهاش. المطبخ كان مدمر حرفيا، مسرب مية في الحيطة، مسرب مية في كل حتة، بس ربنا أكرمني وعرفت أبدله وأخليه كما ينبغي، أمنته يعني. ده المنظر بتاعنا بقى، بتخانة، حاجز مية أرفع شوية، ملزوق مظبوط، لمعة 10/10، خامة فرسان لا يعلى عليها. ده بكل بساطة، ما عملتش حاجة جديدة، بس عملت حاجة متقنة. ده الهدف من الفيديو، انك تعمل شغلك بضمير، ويفضل عندك ضمير حتى لو ده أذيك شوية، مضايقك شوية. اللي عنده ضمير مش هيعرف يعيش غير بضميره. أرجو إن ما أكونش طولت، وأنا بطول، أو أتمنى اللي يعجبه الفيديو يعمل إيه؟
هيعمل لايك ومشاركة يفيد الناس بالشغل. السلام عليكم.